اختاروا أنو شهيد بده يطلع، أنو شهيد بده يجينا بالتابوت عشان نشوف العزة والكرامة، عشان نشوف الرأس والدم على أصوله. مفارقة سياسية عاشتها الضفة الغربية، فيما كانت خيام دعم الأسرى المضربين عن الطعام منذ ما يقارب الشهر شبه فارغة، كانت خيام الدعاية الانتخابية مكتظة بالمناصرين. الانتخابات امبارح صارت ونجحت البلدية وألف مبروك إلها، ما بنقول لا، حياة وبدها تمشي، حياة وبدها تمشي. لكن شو الرقص اللي صار امبارح؟ عمين رقصتوا على دماء أولادنا، وقفتوا على دماء أولادنا ودعستوا عليهم. عمين قعدتوا تخوا وتفرحوا وفرحانين. لمين فرحتوا؟ ما فرحتوا انتوا لله، انتوا فرحتوا على كتافهم. الاحتفال بفوز قوائم تابعة لحركة فتح وما صحبه من إطلاق نار، وهي التي يضرب العدد الأكبر من أسراها في السجون الإسرائيلية، انتقده فلسطينيون لما له تناقض في حشد الدعم للأسرى. كنا نتمنى أن يكونوا بيننا ويشاركوا في هذه الانتخابات، ولكن مع الأسف يعني نسينا الأسرى، نقول بصراحة نسينا الأسرى بهذه الانتخابات. اهتمام الناس أكبر موضوع الانتخابات والمرشحين والكتل الانتخابية، وهذا الشيء عطل تواجد الناس باستمرار في خيمات الاعتصام. الشارع الفلسطيني الذي وصلت نسبة مشاركته في الانتخابات لأكثر من 54% يرى أن قضية الأسرى المضربين تراجعت عن أولويات السياسة الفلسطينية، فيما انتقد آخرون إجراء الانتخابات المحلية في هذا التوقيت. بدل التضامن مع القضية الأساسية والمركزية، حياة 1700 أسير فلسطيني راحت باتجاه الانتخابات. وامبارح كانت خيمة الاعتصام والتأييد للأسرى يعني دليل قاطع على شد الناس من التضامن مع الأسرى إلى الانتخابات، وهذا أضعف الحراك. ما زالت شوارع الضفة فيها بعض بقايا الدعاية الانتخابية التي انتهت، لكن مشاهد دعم الأسرى المضربين ما زالت قائمة وبحاجة إلى دعم حقيقي في الشارع يحولها إلى أولوية بدل أن تكون شبه قضية. يقول محللون إن قضية دعم الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام تحولت إلى دعاية انتخابية في الانتخابات المحلية، لكن القضية فشلت الدعاية الانتخابية أن تحولها إلى قضية وطنية وأولوية. سامر رويشد، أورينت نيوز، الضفة الغربية.